سلام عليكم. كل الدوائر اللي انت شايفها قدامك دي عبارة عن لاير واحدة بس، لاير واحدة وشوية كي فريمز واوبريتور مهم جدا جدا اسمه ريبيتر. الفيديو ده هو تاني درس من سلسلة الشيب لاير اوبريتورز، وفي الدرس اللي فات اتكلمنا عن الترم باث وعملنا الحاجات اللي انت شايفها قدامك دي، وفي الفيديو ده هنتكلم عن الريبيتر، وهتلاقي الملف اللي انت شايفه قدامك ده في لينك تحت الفيديو عشان لو عاوز تستفاد بيه او تستخدمه في اي مشروع من مشاريعك. ودلوقتي يلا بينا نبدأ على طول. اول حاجه بنعملها زي ما احنا متعودين على طول، بنيجي هنا وندوس نيو كومبوزيشن او كنترول ان من الكيبورد. بنسمي الكومبوزيشن من هنا، ومن هنا بنختار المقاس بتاعنا زي ما احنا متعودين، ومن هنا بنختار الوقت بتاعنا، وبعد كده بندوس اوكي. بعد كده ندوس كنترول واي من الكيبورد عشان خاطر نعمل خلفيه سوليد. بعد كده نختار اللون وليكن ابيض، بعد كده ندوس اوكي بقى عندنا خلفيه. ندوس كنترول ال عشان نعمل لها لوك عشان مش عاوزين نحركها خالص. بعد كده زي ما عملنا المره اللي فاتت من هنا بندوس دوسه مطوله، وبعد كده نختار اي حاجه من الحاجات اللي ظاهره قدامنا دي. بعد كده بندوس اوكي. خلينا المره دي نعمل ريكتانجل. من هنا بدوس على الفيل عشان خاطر افعله، اختار تاني خيار هنا وبعد كده ادوس اوكي. من هنا ادوس على الستروك عشان خاطر الغيه، وادوس هنا اول اختيار وادوس اوكي. بعد كده هرسم مربع بالشكل ده. بعد كده من الالاين اخليه في وسط المشهد بتاعي بالظبط. بعد كده وزي ما قلنا في الفيديو اللي فات، قائمة الاوبريتور بنجيبها من هنا، بندوس على السهم الصغير ده. بعد كده بنختار الاوبريتور اللي احنا عاوزينه، او ان احنا من السهم اللي موجود هنا ده بندوس عليه بيطلع لنا نفس القائمة اللي احنا عايزينها. من هنا بختار ريبيتر. طبعا وزي ما انتم شايفين اكيد فهمتوا دلوقتي الريبيتر بيعمل ايه بالظبط. الريبيتر بيعمل تكرار للشكل اللي انا رسمه، طبعا مع خصائص كتير جدا ممكن تتعمل هنشوفها دلوقتي. اول حاجه ممكن نعملها ان احنا نفتح الريكتانجل نفسه لو حابين نغير الباث بتاعه او نغير المقاس بتاعه، فممكن نيجي من السايز هنا ونخلي دي وليكن 50، نصغرها شويه، وبالتالي اللي حصل عندي هنا ان كل الحاجات صغرت لان هي تابعه للشيب الاصلي. ممكن برضو العب في البوزيشن بتاع الشيب بتاعي، لان زي ما احنا عارفين اللاير ممكن يكون عليها اكتر من شيب، او ممكن ان انا العب في الدوران بتاع الحواف بتاعتي. لو جينا زومنا هنا بالشكل ده ممكن العب في الدوران بتاعه الحواف عندي، وده ممكن يديني اوبشن زياده ان انا احط كي فريم في الاول ان هي مربع وبعد كده تبقى دايره زي ما احنا فاهمين او زي ما احنا عارفين. النقطه اللي جايه دي مهمه جدا جدا جدا، فحاولوا تركزوا معايا عشان خاطر هي دي اللي بنقدر نعمل بيها اشكال كتير جدا. الحركه بتتكون عندنا او الشكل بيبدا يتكون عندنا زي اللي احنا شفناه من شويه ازاي، عن طريق حاجه اسمها ترانسفورم ريبيتر. والترانسفورم بتاعت الريبيتر او الترانسفورم بتاعت اي شيب لاير او بتاعت اي اوبريتور موجوده جوه اللاير تختلف عن الترانسفورم بتاعت اللاير. بمعنى انا دلوقتي لو مسكت البوزيشن ده، بصوا بيحصل ايه، بيبدا يغير في الفرق او في البوزيشن اللي ما بين كل ريبيتر والتاني. ولو جينا مسكنا السكيل وغيرنا في القيم بالشكل ده هنلاقي الاختلاف مش في القيمه الاساسيه او مش في الشيب الاساسي، لا هنا بيقول لي مثلا لو انت عملت دي 130% فالريبيتر الاولاني هيبقى اكتر من التاني ب 130%، والريبيتر التالت هيبقى اكتر من التاني ب 130%، وهكذا بتبقى مصفوفه او متواليه بتبدا تكبر بالشكل ده سواء عملنا سكيل روتيشن بوزيشن وهكذا. وعشان اثبت لك حاجه زي كده، لو جينا هنا خلينا النمبر اوف كابس دي وليكن 15 واحده، بعد كده بس نعمل زوم اوت شويه عشان نشوف، ونخلي السكيل 100%. 100% دي يعني مش هيكبر، كل واحدة السكيل بتاعها قد اللي قبلها. طيب نمسك الروتيشن كده ونخلي دي وليكن زي ما انتم شايفين خليناها 90، فاللي حصل ان في فرق ما بين كل واحده والتانيه 90. خلينا نعملها بشكل احسن عشان تبان، لان دي مربعات فبالتالي ال 90 شبه الصفر شبه ال 180 شبه ال 270 وهكذا. فلو حطينا هنا كي فريم بعد وليكن 3 ثواني وخلينا دي 90 وخلينا اللي في الاول خالص 0 درجه ودوسنا اوكي، نشغل كده ونشوف بدأ يحصل عندي حركة مختلفة. وعشان تفهموا الحركة دي بصوا دلوقتي معايا على أول واحد وبعد كده بصوا معايا على آخر واحد. أول واحد لما بيوصل لحد النهاية بيبقى اتحرك 90 درجة، لكن لو احنا بصينا على آخر واحد هتلاقيه عمل 90 درجة دي لفها بعدد المرات اللي احنا مشيناها هنا. يعني دلوقتي أنا عندي 1 2 3 4 5 6 7، رقم 7 ده اتضرب 7 في 90 وهكذا. نرجع بس نخلي عدد الكابيز دي وليكن 6 بس عشان خاطر يبقى الشكل محكوم قدامنا، او نخليها 10 ونجيب الشكل بتاعنا في النص شويه. طبعا لو عملت الاين هيخلي النقطه دي في النص زي ما كانت، وانا مش عاوز كده، عشان كده بستعين بالتايتل اكشن. لو هو مش مفتوح عندي بفتحه من علامه التنصيص او اللي هي حرف الطه من الكيبورد بالعربي، وبالتالي الشكل عندي دلوقتي بقى متوسطن. لو جينا حبينا نضيف قيمه كمان وليكن السكيل نخليها هنا 100% او نخليها هنا 50% في الاول وبعد كده نخليها في الاخر 100%، شوف الحركة بتاعتنا هتبقى عاملة ازاي.
هتلاقي معانا روتيشن وسكيل في نفس الوقت. ممكن كمان نيجي في الاول هنا وزي ما قلنا نخلي البوزيشن نفسه بيتحرك، فلو عملت هنا كي فريم على البوزيشن في الاخر عشان هو ده الشكل اللي انا عاوز يثبت عليه، وبعد كده جيت في الاول وخليت البوزيشن بتاعي يصغر شويه وليكن يبقى 0 وشغلنا بالشكل ده، هنلاقي الشيب بتاعي بيبدا يتفرد بالشكل ده، فبالتالي خد قيم في البوزيشن، قيم في السكيل، قيم في الروتيشن، فبيبدا يلعب معايا بالشكل اللي انا عاوزه. طيب انا خليت هنا البوزيشن 0 في الاكس و0 في الواي، طب لو جيت في الاخر وخليته 136 في الاكس وليكن 100 في الواي، بصوا الشكل هيبقى عامل ازاي؟ هيتحرك بالشكل ده. او لو عكست، لو جيت هنا في الاول خليته ان هو 100 في الواي وصفر في الاكس، هيبدا ان هو يتحرك معايا بالشكل ده زي ما انتم شايفين، كأن تعبان بيتكون وبيترسم. طيب انا لو جيت في الاخر هنا وخليت القيمه بتاعت البوزيشن زي ما هي في الاكس وزي ما هي في الواي، وجيت في الاول لعبت في الواي خليتها وليكن 100، ندوس كده ونشوف شكلها بقى عامل ازاي. المحور بقى يتحرك بالنسبه لي جاي من الاكس 90 او جاي 100 لحد ما وصل، كاني عملت روتيشن بالظبط، رغم ان الحركه او القيمه دلوقتي موجوده في البوزيشن بس. برضو من القيم اللي انا ممكن العب فيها الانكر بوينت، فلو لعبت في الانكر بوينت هنا في الاخر وجيت في الاول حركت هنا برضو حاجه زي كده تاني، نشغل ونشوف هنلاقي بيديني حركه مختلفه خالص، وبالتالي بمربع واحد بس قدرت ان انا اعمل اشكال مختلفه جدا جدا جدا. وزي ما احنا عارفين حاجه زي كده ممكن نستخدمها في اللوجو انيميشن او في البراندنج او حتى في الانيميشن العادي بتاع الموشن جرافيك او الفيديوهات العاديه بشكل كبير جدا جدا جدا. وبدل ما اضطر ان انا اعمل شيبس كتير واعمل لايرز كتير وابدا احرك كل واحده منها بشكل ما، او بدل ما اضطر ان انا استعين ببلجنز خارجيه، اقدر اعمل حاجات شبه كده بمنتهى السهوله بالشيب لايرز وبالاوبريتورز اللي موجوده. مش كده بس، دلوقتي لو احنا مثلا لغينا الانكر بوينت والبوزيشن نخليهم على وضعهم، وممكن كمان الروتيشن، وجينا في الاول هنا وبدانا نلعب في القيم بتاعه الشيب نفسه او المربع نفسه، ونيجي هنا عند الشيب بتاعنا اللي هو المربع ونخلي السايز في الاخر زي ما هو 50، ونيجي في الاول ونخليه 0%، ونشغل كده ونشوف نلاقي الحاجات كمان بتبدا تكبر من الصفر. وممكن زي ما قلنا في الاول نخلي هنا راوندنس 0، بعد كده نيجي في الاخر نخليه 25. ليه عملناها 25؟ لان السايز بتاعنا 50، فبالتالي عشان تبقى دايره كامله هتبقى 25، او ممكن نزود عن 25، لو اقل من 25 هتبقى دايره لكن مش كامله. طبعا مش باينه قوي، فلو مسكنا راوندنس وخليناه في النص هنا وشغلنا وشفنا تاني هنلاقي الحركه بقت مختلفه تماما. طبعا كل ده محتاج ان احنا ندوس يو في الكيبورد، بعد كده ندوس هنا F9، بعد كده نبدا نلعب بالحركه بتاعتنا بالجراف براحتنا. نمسك دي كده ونسحب بالشكل ده، نضيقها هنا سنه ونخليها هنا برضو نسحبها، نخليها لسرعه اكتر حاجه في النص او ناحيه اليمين شويه. نشغل كده ونشوف، نبدا نظبط شويه برضو في السبيسنج والتايمنج بتاعنا، نجيب دي هنا شويه ونشغل، هنلاقي الحركه بقى شكلها حلو. طبعا دي بتيجي مره واحده، نخلي الحركه بتاعتها اهدى سنه. انا مش عاوزها تبقى مشدوده قوي كده، لا تبقى هنا خفيفه سنه وهنا خفيفه سنه، ونشغل كده ونشوف نلاقي الحركه بتاعتنا بقت سموز وناعمه وكويسه وزي الفل. طبعا في الاخر هنا في حاجه مش مظبوطه، وهي ان الترانسفورم بتاع الريكتانجل نفسه اتغير شويه، فلو خلينا دي واحد زي اللي جنبها هنلاقي الخط رجع بقى مستقيم. بعد كده ندوس يو في الكيبورد عشان خاطر يفتح لنا الكي فريمات بتاعتنا، يو واحده بس كده، وبعد كده نشغل ونشوف نلاقي الحركه بتاعتنا اتعملت بشكل مختلف ومتكرر وفي نعومه وفي لعب كتير في الحركه، وكل ده بلاير واحده فقط، بشيب واحده فقط كمان جوه اللاير. في الفيديو اللي جاي هناخد اوبريتور مهم جدا 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 وهو الميرج باس. الاوبريتور ده اهميته تكمن في ان هو ممكن يعمل ميكس لاكتر من شيب مع بعض، ونقدر نحط اكتر من اوبريتور مع بعض ونطلع نتائج مذهله. فان شاء الله تابعونا، والفيديو اللي جاي هتنبسطوا بيه جدا. وهتلاقوا البروجكت ده موجود في نفس الملف مع البروجكت اللي انتوا شفتوه في اول الفيديو. هحط لكم اللينك بتاع المشروع ده تحت الفيديو عشان خاطر لو حد عاوز يتعلم منه او يستفيد بيه او حتى يستخدمه في الشغل بتاعه. المهم انك تحاول تشوف الفيديو اكتر من مره، تحاول تبص على المشروع اكتر من مره بحيث تحقق اكبر استفادة من الفيديو. اشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش الاعجاب، ما تنسوش انكم تشاركوه مع حد يفيده، وسلام يا اصدقاء.